وصفة ملاح التقلية وصفة مشهورة جدا في السودان، ولا تنسوا أهل السودان من دعاكم. أول حاجة بيستخدموا البصل المجفف، بصل محمر بيسموه اللي هو المقلي، بعدين بيجففوه بيكون أنعم من كده، كمان أنعم من هذا. خلاص اللحمة المجففة، خلاص لحمة بيجففوها وبعدها بيطحنوها ناعم بتكون. طبعا أنا ما توفرت فحستخدم اللحمة المفرومة. الويكا عبارة عن بامية مجففة بيسموها بالسوداني ويكا، وبيستخدموها في وصفات الملاح. ويكا بتعطي كده قوام للملاح مطة. عصيدة السودانية بيقدموها مع أطباق الملاح، إما دقيق الذرة أو دقيق الدخن. كوب من الموية، أضيف كمان الخمار وأخلط. نحطها في زيت. البصل لازم تخلوها تتحمر. حنضيف البهار، حنغطيها في المويه، خليها تتسبك. هذه الويكا وتحر الان حتكون جاهزه معانا. شوفوا ما شاء الله كيف من قريب. ايش رايكم؟ بسم الله. بهذه الطريقه ملاح التقليه السوداني بالطريقه الاصليه. شايفين المطه من العصيده لاح، شوفوا الجمال، بسم الله، شيء رهيب. حرفيا اتعدى مرحله اللذاذه